حين تفتح أول صفحة من رواية كأنك تطرق باب عالم آخر، عالم من الشخصيات والمشاعر والحوارات والحكايات التي تأخذك من واقعك لعوالم خيالية أو واقعية مشحونة بالتفاصيل. روايتنا اليوم من كتاب حروف ترجمة النفس. في هذا الكتاب نسير مع الحروف التي خرجت من أعماق الروح لنجد فيها صدى القلب وملامح الحياة وتفاصيل اللحظة. هنا نفتح أبواب الإحساس على مصارعيها لنقرأ ما كتبه نصر الجنيبي من شعر وخواطر وروايات صادقة خرجت من واقع عايشة ومن تجارب صقلته ومن مشاعر لا تعرف التزييف. هي كلمات تحكي لا تزيف، حروف تترجم النفس لا تجملها، ففي كل نص رسالة، وفي كل بيت شعر قصة، وفي كل سطر روح من الواقع. هذا الكتاب ليس مجرد كلمات تقرأ، بل مشاعر تعاش وواقع يحكي بقلم صادق وأسلوب شفاف. لعنة الأم. في روايتي الأولى أكتب عن واقع نعيشه بكل مراراته، عن صدمات تتكرر في هذا الزمن القاسي، وعن حكايات نسمعها من أهلنا أو من أقرب الناس إلينا. عالمنا تغير، أصبح التواصل الاجتماعي سبباً في الانفصال لا في التقارب. لم يعد قرب المسافات يعني دفء العلاقات، بل فضائح تنتشر كالنار في الهشيم. في مدينتنا الهادئة التي كنا نظنها في مأمن من كل غريب، من هنا بدأت روايتي لأروي لكم كيف تتحول الكلمات العابرة إلى لعنات تبقى عالقة في القلب والعقل. قد تسألون لماذا سميتها لعنة؟ لأنها تحكي عن لحظة، كلمة، موقف كانت كفيلة بأن تغير حياة طفل إلى الأبد. كاتب الرواية نصر الجنيبي، الراوية ريهام. لاي لا لاي 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 لا لاي 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 لا 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 لاي لا لاي